مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شكرا للزميل حفيظ دراجي. وهكذا تنتهي المباراه مشاهدينا بهدف دون مقابل لفريق مولودية الجزائر. الاحصائيات امامنا كابتن سامي، يعني احصائيات تقول في تقارب في المستوى نسبيا. اي نعم السيطره الميدانيه افضل لمولودية الجزائر، ولكن لم تكن السيطره فعاله الا في اللحظات الاخيره فقط. ويعني مجمل الاحصائيات في تقارب في المستوى بشكل كبير. هو المباراة لم ترتقي إلى مستوى فني كبير، معناتها كنا شاهدنا مباراة مملة في بعض الفترات. أكيد نتيجة مهمة ومهمة جدا للمولودية، معناتها نتيجة تخليه اليوم معناتها عنده مصيره بأيديه معناتها لبقية المشوار، ونتمناه لكونه المولودية يتأهل. صحيح هناك العديد من الإخلالات على المستوى الفردي والفني والتكتيكي معناتها في بعض الفترات، لكن حسب رأي النتيجة معناتها تغطي كل شيء. معناتها اليوم الأهم اللي صار هو بالنسبة لي للنتيجة. من بعد الأمور الفنية التكتيكية، أكيد لما الفريق يكون أقل ضغط وأقل معناتها في وضعية أفضل على المستوى النفسي، نتخيل وأتوقع لكونه المولودية بإمكانه معناتها باش يقدم مباريات أفضل. صحيح لا يمتلك معناتها لا نذكر فقط بالنتيجة طبعا لاعب مثل البلايلي. كابتن، بس نذكر الجمهور أن مولودية الجزائر اليوم فاز يتأهل بهذه النتيجة في حال تعثر فريق يانج أفريكانز ويخسر من الهلال يوم الأحد. فإذا خسر يانج أفريكانز من الهلال في نواكشوط في العاصمة الموريتانية، يتأهل رسميا يوم الأحد فريق طبعا مولودية الجزائر الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط، الهلال 10 نقاط وضمن التأهل، يانج أفريكانز 4 نقاط، وتيبي مازيمبي طبعا ودع البطولة رسميا وطبعا بنقطتين. تفضل. كلنا الهلال، مباراة كلنا مع الهلال. وطبعا اهم شيء الفرق العربيه، هذه الجماهير العظيمه رفيق اليوم، هي طبعا سعيده بالفوز، سعيده بالنقاط الثلاث، سعيده باقتراب الفريق من التاهل. لكن السؤال المهم، وانت طبعا لا انت السؤال كان يتكلم انت كابتن سامي، سنعود اليك نقطه فنيه. سنعود نعطيها لسامي. كابتن سامي، الاداء اليوم لفريق مولودية الجزائر والاداء من قبل مع بومل لم يتغير كثيرا في المعطيات، لكن في النتائج نقول في تحسن نسبي مع خالد بن يحيى، سواء على مستوى الدوري المحلي او على سواء نتائج الفريق حتى الان في البطوله. هو صحيح معناتها الفريق مع خالد بن يحيى اكيد ثم على المستوى النفسي وعلى المستوى التكتيكي ثم تغيير نوعا ما، لكن على المستوى الفني وعلى مستوى الاداء ليس بالفريق اللي شاهدناه الموسم الفارط. معناتها انا بالنسبه لي كنت نحكي مع رفيق، اكيد اللي كانوا خروج البلايلي معناتها لاعب كبير ولاعب مميز ولاعب يعطيك الحلول على المستوى الهجومي. اليوم لما يفتقده معناتها المولودية هو في الثلث الاخير. اكيد بيزيد ديلور لما دخل لم يكن سيء، النعيجي زاد كذلك اعطاه حلول، موسوسة كيبري يعني معناتها لاعبين جيدين، لكن ليسوا في القيمة الفنية والإضافة الفنية للبلايلي. وسط الميدان، يمتلك وسط ميدان أنا حسب رأيي مميز. اليوم بوراس قام بمباراة ممكن هو الأفضل كان في المباراة اليوم، لكن أنا أشاطر معناتها رفيق لكونه معناتها بالمستوى هذايا صعيب. ثم أندية على مستوى أفريقيا معناتها طبعا فنيا وفرديا أفضل نوعا ما معناتها مع من المولودية، لكن بالنسبة لي مباراة نتيجتها مميزة، وفريق يمتلك شعب كما هكا وجماهير كما هكا معناتها. لك تعقيب على بالنسبه لنفس السؤال انا بالنسبه لي من جانب النتائج بن يحيى افضل، من جانب الاداء مع بومال كنا افضل. مع بومال في مباراه كامله كنا نضيع تقريبا 5-6 فرص، كنا نصنع فرص كثيره. اللعب والاداء كان افضل، ولكن عدم التسجيل. حتى في مباراه الهلال المباراه الاخيره البوميل امام الهلال 7-8 فرص صراحه التسجيل، سجل فقط هدف واحد. لكن اليوم تقدر تقول النتائج، لان في بعض الاحيان عندما النتائج تكون ايجابيه مع مرور الوقت يتحسن الاداء، تتحسن. اليوم تبحث على الجانب المعنوي، مع الوقت
القادم راح تكون الجانب البدني راح يكون عنده يعني نقطة مهمة في شفنا يعني دائما ننهار بعض الشيء في الشوط الثاني، تحسن الضغط وتحسن الجانب البدني. الشوط الثاني دائما فيه تراجع بعض الشيء. صحيح التغييرات ممكن في مباراة اليوم أفضل من المباراة الأخيرة. نعيجي والله عندما تشوف نعيجي الموسم الماضي وتوظيفه الموسم الماضي وأداء الموسم الماضي يحيرك. اليوم كل المدربين أنا ما نظلمش باليحيى ولا ما نظلمش حتى المدرب بتاعه بومال الموسم الماضي، نفس المدرب اللي كان يلعبه في الموسم الماضي عندما كان أفضل، لكن كان بيلعب بجوار بليل، كان يلعب تحت راس الحربة. ما هو مع بليل كان يلعب، لا كنا نلعب بال4-2-3-1، كان تحت المهاجم، كان حر يلعب ما بين الخطوط. عندما يكون تحت المهاجم أداؤه يكون أفضل، تمريراته تكون أفضل، تهديفه يكون أفضل، وتنشيطه يكون أفضل. وعندما تحط نعيجة على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى ما تستغلوش، كيبري على الجهة اليسرى على الجهة اليمنى أوكي. حتى مزيان كان مستواه متواضع المباراة اليوم ما بين الشوطين. قوم تغييرات، أعطي انتعاش بدني، أعطي منافسة، أعطي روح للمجموعة اللي ناقصة. هذه المجموعة ناقصة روح، ناقصة جرينتا، ناقص انضباط تكتيكي، ناقص عدة أمور لكي تكون أفضل. كيف يعني هذا الفريق الموسم الماضي، الفرق ما بين هذا المدربين الموسم الماضي كنا نلعب على فرديات، كنا نلعب اللعب كله كان على بالليلي، اللاعبين الوسط الميدان بدون ان ننسى زقران اللي كان يقوم بعمل في وسط الميدان كبير، والانهاء الهجمه عندما يكون لاعب من طراز بالليلي ينهي لك الهجمه، يقوم لك بالواحد ضد واحد. يعني دائما عندما تحط بالليلي في التشكيله الاساسيه تقريبا عنده 2 ولا 3 لاعبين يراقبوه. الموسم هذا تغيرت يعني توظيف اللاعبين، ولينا نلعب ونحاول ان نلعب اللعب الجماعي، لكن في الفينش في الانهاء او الثلث الاخير ناقصين تقريبا. لو في دور المجموعات فقط سجلنا 3 أهداف وتقبلنا هدفين. بالهدف تاع اليوم سجلت يعني 4 أهداف وتقبلنا هدفين. نتيجة ضئيلة يعني حتى بالتهديف، حتى يعني بهذا المستوى. ولكن قلت لك فيه أمور لازم تتراجع. مدرب ينتظر عمل كبير لكي المولودية يرجع لمستواه الموسم الماضي. ممكن الميركاتو يكون فيه تعديلات ما بين استخدامات، تحتاج إلى هداف حقيقي، تحتاج إلى لاعب كبير في إنهاء الهجمة، تحتاج لاعب في الوسط يعرف يلعب تحت الضغط، وتحتاج لاعب في الدفاع. شفنا اليوم غاب عبد اللاوي قائد الفريق، كان عندنا مشاكل في الدفاع، مشاكل على الاطراف. صحيح. حميدي عارفين باللي الكل يلعب على الجهه اليمنى، اليوم على الجهه اليسرى يعاني، ما يلعبش على القدم القوي. اليوم حلايميه صحيح ليس حلايميه الموسم الماضي، ولكن هذه كلها لازم تحضرها وتجهزها، ويلزم عمل كبير. وان شاء الله اهم شيء ممكن هذا الفوز يكون معنوي للاعبين، لان حتى الجمهور يحب يعني يفرح، يحتاج الى اداء، ما قلناش اداء بمستوى عالي، على الاقل تشوف يعني 3 تمريرات 4 تمريرات في بعض الاحيان عندما تكون تفوز تستحوذ على الكره، تستمتع بعض الشيء. اليوم ما شفناش يعني جمل تكتيكيه، لكن هناك تحسن نسبي في الاداء ظهر في الشوط الثاني كابتن سامي بعد تبديلات بن يحيى عن الاداء في الشوط الثاني في المباراه الماضيه امام الهلال. الى حد ما هناك تحسن، هناك فرص ضائعه في اخر المباراه. حسب رايي ثم لاعبين 2 اللي يعطوا معناتها بعض الحلول على المستوى الهجومي، هو اللي كان يفتقد الفريق خصوصا على الرواق الايمن. معناتها انا مزياني كان بعيد كل البعد على المستوى نتاعو، كذلك حليمي معناتها كان نقطه من نقاط القوه معناتها اللي في الفريق هذا. بدخول انا بالنسبه لي لنعيجي وديلور تحسن الاداء نتاع الفريق على المستوى الهجومي. شفنا كورتين او 3 معناتها بعض الفرص، شفنا بعض الحلول. ديلور اللاعب اللي يعرف يلعب ظهره، اللاعب اللي تقدر تركز عليه. كان ينقص معناتها فريق المولودية في الشوط الاول، هو لاعب معناتها محطة باش تلعب عليه، خصوصا الفريق المازامبي قام بضغط كبير معناتها في الشوط الاول على وسط الميدان واخراج الكرة. هذا كذلك الفريق قرب البعض معناتها، شفنا نوعية معناتها كتلة متاع فريق قريبة البعض. انا بالنسبة لي ظاهر اللي يكون الفريق على المستوى النفسي مهزوز. ثم بعض الاشياء معناتها في المباراة تظهر لك اللي يكونوا اللاعبين على اعصابهم خايفين مجدودين، وضغط جماهيري، ضغط جماهيري معناتها حضور جماهيري هذا كبير. الضغط كان ايجابي الموسم الماضي، هذا ضغط الجماهير، لكن مباراة اليوم كان واضح ان في ضغط. هو حتى ما يحسب للجماهير معناتها، بالرغم اللي كونوا ما شفناش اداء على مستوى عالي، لكن الجماهير كانت تساند. ما سمعناش زفارات استهجان معناتها. بعض الانديه لما تشوف الفرق نتاعها معناتها وحتى هي فايزه ما ثماش نوع نتاع كره
قدم ولا ثم متعه نتاع كره قدم ما تستمتعش للجماهير تسمع التصفير. اليوم معناتها الجماهير كانت رائعه جدا، حضور كيما هكا. انا ما نعرفش لو المولديه تلعب فينال نتاع الشامبيونز ليج وين باش يلعبوهم 100,000 بركانه حضور كامل العدد 70,000 مشاهد في ملعب المباراه اليوم. وطبعا كما قال كابتن سامي رغم الاداء الغير مقنع لكن الجماهير خرجت راضيه تماما وصفقت للاعبين بعد انتهاء المباراه. نستمع لخالد بن يحيى مدرب فريق مولودية الجزائر ماذا قال مع زميل حسين بوصالح بعد المباراه. فيما يخص المقابله نلعب مقابله حاسمه اولا، ثانيا نلعب معناها مع منافس ما عنده ما يخسر، متحرر من الضغوطات. دونك احنا سور بلون معناها تكتيك خدمنا حذرنا المقابله بالكدا باش نكونوا هاديين رايدين نستغلوا كل الفرص اللي جاونا. بالرغم هذا الكل ضيعنا خاصه في الشوط الثاني فرصتين ولا ثلاثه باش نرتاحوا، لكن الحضور الذهني التكتيكي نتاع اللاعبين اليوم قام بمجهود جبار. وماتش معناها كان صعيب اون دو فير معناها اسكو في لو جو اسكو نشدوا شويه. على كل حال في ملخص المقابله نعتقد اللاعبين تاعي قاموا بمقابله ممتازه جدا من الناحيه التكتيكيه ومن ناحيه معناها الانضباط فوق الميدان والروح معناها اللي تدسبري معناها الروح اللي موجوده الفريق هذا يمكن تربي نجموا احنا انا وياهم وشعب المولديه والرئيس والناس الكل ان شاء الله تربي معناها نزيدوا نتحسنوا اداء ونتيجه. طيب جماهير عظيمه حصلت او طبعا حضرت في هذه المباراه، وهذه كانت نقطه ايجابيه كبيره للفريق واللاعبين رغم الضغط العصبي على اللاعبين. من كلام خالد بن يحيى ننتظر الافضل، يقول للجمهور انتظروا الافضل في المرحله القادمه. الكل منتظر الافضل اكيد. اي ما هو الان هو المباراه الخامسه الان 3 مباريات في الدوري والكاس، مباراتان افريقيتان. المباراه الاولى تعادل في ملعبه امام الهلال، اليوم يفوز، اذا هناك تدرج في المستوى. نتمنى للهلال يفوز، هذا اول شيء، لان لو ما فازش الهلال راح تكون مثل ما قلت لك نهائي امام اليونغ افريكا، لازم تتنقل وتعمل نتيجه ايجابيه. اكيد الفوز يجلب الفوز، والفوز يعطي الاطمئنان خاصه الطاقم الفني لكي يعمل بجديه ويصحح الاخطاء يتحسن الى افضل. الاداء صحيح لم يكن جيد، الاداء غير مرضي، لكن النتيجه مرضيه. اكيد 3 نقاط مهمه جدا في دور المجموعات، خاصه ان تعرف لو اليوم فاز الهلال ممكن ان تتاهل يعني. خلاص هو حيفوز الهلال على ينجح في الكاس. الجمهور مثل ما تكلم عليه معروف، جمهور المولوديه يعني. اليوم انا استمتعت بالجمهور اكثر من اللي استمتعت من المباراه في المستطيل الاخضر، وهذه حقيقه يعني. ولكن ينتظر مع عامل كبير يعني. الجمهور عندما تشوف اللاعب يعطي، الجمهور دائما يساندك. هاو سامي كان لاعب ولا مدرب، عندما اللاعب يعطي اللي عليه ويخرج من المباراة حتى ولو خسر ويلعب بطريقة جيدة أعطى اللي عليه، الجمهور يصفق عليه. ولكن عندما تلعب على مراحل، تلعب بطريقة عشوائية، أخطاء فنية، فقر فني في تضييع كرات سهلة، ما عندكش فرص كثير، ومع ذلك ولكن رغم هذا الجمهور يساند فيك، يساند ولم يعترض على أي شيء. طيب تعقيبك على تطور المستوى مع خالد بن يحيى التكتيكي من مباراة لأخرى. المباراة الماضية أداء هزيل في الشوط الثاني بعد أداء متميز في الشوط الأول. مباراة اليوم رغم متوسط الأداء على مستوى الشوطين كان متوسط، لكن كان تشعر أن الفريق متماسك نسبيا واستطاع أن يحقق النقاط الثلاث. هل هذا نقول أنه تطور تكتيكي أم ما زلنا ننتظر الأفضل؟ أنا متأكد بإذن الله مع خالد بن يحيى الفريق مش يتطور على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي إن شاء الله. وبإذن الله أنا متأكد اللي كونه المولدية خلينا نقول لك 99% تأهلت للدور المقبل. خاطر انا بدرايتي او شفت درايتي لخالد بن يحيى كمدرب على المستوى التكتيكي وعلى مستوى قراءة المباريات وعلى مستوى تحضير المباريات نتاعو. انا بالنسبه لي المباراه الاصعب هي اليوم، كما قال هو كما حكى، قال انت ما تعرفش اليوم جايك خصم ما عنده ما يربح، بالنسبه لي ما عنده ما يخسر في المباراه. انت يا تقدم وتجازف باش تسجل اهداف وتخلي مساحات لا قدر الله يجيك، يعني مباراه على المستوى
التكتيكي وتحضيرها للمدرب مباراة صعبة. المباراة البرة مع يونغ افريكانز بالرغم اللي كونه يمتلك لاعبين جيدين على المستوى الهجومي ولاعبين مميزين، لكن انا متاكد اللي كونه المولديه باش يقوموا بمباراه كبيره وباش يجيبوا تاهل من غادي. احنا نتمناو اللي كونه الهلال ان شاء الله يفوز الهلال يفوز ويؤهل للمولديه خلاص. لكن الحاجه اللي متاكد منها معناتها خالد بن يحيى من نوعيه المدربين اللي يطوروا اللاعبين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. لو جاء عنده اكثر وقت، هو جاء في مرحله صعبه والفريق راهو لما تكون انت بطل وتكون انت فريق مسيطر على الدوري العام الفارط وعامل نتائج كبيره وتهتز الثقه الفرديه والجماعيه نتاع اللاعبين، اكيد الفريق مش يتاثر. نحسوا اللي كونه صحيح انا مع رفيق ما ثماش نوعيه نتاع كوره ولا ما ثماش جماليه في الكوره، لكن الفريق قاعد يسترجع في ثقه النفس تدريجيا. مهم جدا اللي كونه معناتها اليوم الفريق يبدا على المستوى النفسي بقوه كبيره معناتها، وطو باش نشوفوا معاهم جماهير كما شفناهم في المباراه تاع السودان معناتها، وان شاء الله نتمنوا لهم باش يتاهلوا بمشيئه الله. طبعا بعد هذا طبعا الفوز طبعا جانب معنوي كبير للاعبي فريق مولوديه الجزائر في المرحله القادمه. يستضيف نادي مولودية الجزائر ضيفه نادي مازيمبي الكونغولية، وذلك برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا. وإليكم الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لهذه المباراة. إذن سيستقبل مولودية الجزائر على أرضية ملعب 5 جويلية نادي تيبويسو مازيمبي اليوم الجمعة، وستجرى المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت الجزائر، الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة. ويمكنكم متابعته عبر قناة بإن سبورتس 2. وسيسعى نادي المولودية للظفر بالنقاط الثلاثة لتعزيز مركزه الثاني في جدول الترتيب، على أمل انتظار هدية من نادي الهلال، والذي في حالة فوزه على يانغ أفريكانز سيضمن نادي المولودية تأهله رسميا للدور الربع النهائي قبل الجولة الأخيرة والتي سيواجه فيها يانغ أفريكانز في ملعبه. يذكر أن الهلال يحتل الرتبة الأولى ب10 نقاط وضمن التأهل، بينما المولودية في المركز الثاني ب5 نقاط، ثم يانغ أفريكانز ثالثا ومازيمبي رابعا.